تعرضت العشرات من المواقع الإسرائيلية الحساسة لسلسلة من الهجمات الإلكترونية نفذها قراصنة من عدة دول إسلامية وعربية. وقالت مصادر إعلامية إن من بين المواقع المخترقة تلك التابعة لوزارة الاستخبارات والكنيست ورئاسة الوزراء، إضاءة على هذه الهجمات الإلكترونية المنسقة وتداعياتها مع الزميل أمين درغامي. تفاجأت إسرائيل ومعها العالم بقيام آلاف الهاكرز أو قراصنة الإنترنت بتنفيذ هجمات متتالية ومنسقة على نحو 500 موقع إلكتروني إسرائيلي حكومي وخاص. مصادر إعلامية قدرت عدد المشاركين في العملية والمنتمون لمنظمة الأنونيموس بنحو 10,000 شخص ينتمون إلى سوريا والسعودية والمغرب وفلسطين ومصر وإندونيسيا والولايات المتحدة والعراق وغيرها من الدول. أبرز المواقع المستهدفة تلك الخاصة بالكنيسة الإسرائيلي، وزارة الاستخبارات، رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى موقع وزارة الأمن ووزارة التربية، سوق الأوراق المالية، ونحو 2000 حساب فيسبوك، بالإضافة إلى 500 حساب تويتر و3000 حساب مصرفي بمختلف البنوك الإسرائيلية. فيما تم وضع صورة الأسير الفلسطيني سمير العيساوي على المواقع المخترقة. الضربة الإلكترونية الموجعة هذه تواصلت لتطال حسابات تعود لشخصية سياسية إسرائيلية مهمة، أبرزها صفحة نائب رئيس الوزراء السابق سيلفان شالوم. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن القراصنة كانوا هددوا في أوائل الشهر الجاري بمحو الدولة العبرية عن خريطة الإنترنت. تل أبيب وبحسب مصادر إعلامية قامت بقطع الإنترنت لساعات من أجل تفادي المزيد من الهجمات، فيما تحدثت مصادر أخرى عن طلب الحكومة الإسرائيلية مساعدة عاجلة من دول عدة للتصدي لهذه الهجمات، كما قامت بحشد جيشها الإلكتروني ووضعه في حالة تأهب قصوى للحد من الخسائر المترتبة عن هذه الاختراقات، والتي اعتبرتها منظمة الأنونيموس الأكبر في تاريخ الإنترنت. في المقابل يبدو أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي جراء الهجمات الإلكترونية هذه، فبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية فإن الجيش الإسرائيلي الإلكتروني شن هجمات على موقع منظمة الأنونيموس بالإضافة إلى مواقع إسلامية في باكستان، هجمات قد تطال كذلك مواقع في دول عربية وإسلامية عدة.